السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، بجد بجد وحشتوني. بتوحشوني. بحس ان انتوا اهلي وصحابي وحبايبي اللي بحب اتكلم معاكم بجد، وببقى مرتاحة لما بفتح الفيديو كده وبسجل. آم، ولازم اصلا اكون مرتاحة وانا طالعه لكم ومبسوطة وبراحة نفسيا كده، ان انا ايه بسجل معاكم. ما ينفعش ان انا اطلع غير كده. زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، بنعمل مع بعض فراخ مشوية، وهنعمل مع بعض كوس، لا مش كوسة، فريك بالبشاميل. فريك بالبشاميل كده حاجة كده واو، يتقال عليه يا سلام يا سلام فعلا. تعالوا بس نشوف مع بعض. هنعمل الفراخ المشوية الأول عشان التتبيلة تلحق تقعد فيها، واحنا كمان كنا متأخرين وعايزين التتبيلة تقعد حبة حلوين. يا سلام لو عملتيها من قبلها بيوم التتبيلة دي. حطيت في الخلاط كده طماطم وفلفل رومي، وهنحط كمان بصلايه. عايزه تضربيها في الكبه تضربي، عايزه تضربي في الهاند بريندر اللي يعجبك. المهم الحاجه دي تتخلط كده وتبقى مفرومه على بعضها. تمام تمام. هنقطع البصلايه كده، وعندك الكميه دي كده مثلا على حسب احتياجاتك. مثلا اللي هو انا عامله مثلا فرختين، لو عايزه تعملي فرخه او اكتر بتضاعفي الكميه او بتقللي الكميه، دي حاجه ترجع لك انتي. تمام. نشطف البصلايه. هنحط بقى البصلايه في الخلاط، وهحط كمان توم. استني يا ولاد عشان كنت عامله كوبايه شاي، اشرب بقى كوبايه شاي كده. ضربناها في الخلاط وحطيناها كده بقى في الصينيه، وهنزل بقى بالايه. بص الطماطم حمرا ازاي، شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ دم كده بتنقط دم، فاهم؟ بتريق على الجماعه والله. غاليه وبيضه. ربنا يرحمنا يا رب. هنحط بقى ايه الملح كده على حسب الرغبه. حطي فلفل اسود. كل بقى كده ايه التوابل اللي انت بتحبيها، يعني عايزه تستغني عن حاجه براحتك. نحط توم باودر. نحط بصل باودر. دي بهارات. تمام. واحط كركم، لا مش كركم، احط بابريكا. عايزه تحطي كاري حطي اللي يعجبك. تمام. وسنه كده، دي البهارات اللي فاتت دي كانت سنه من الكزبره. تمام. احط معلقه حلوه كده من الصلصه الحمراء دي عشان نخلي كده لونها عزيز علينا كده، ونخليها لونها محمر. فاهمين انتوا؟ واخدين بالكم انتوا؟ ايوه. ومعايا بقى ايه دبس الرمان ده. دبس الرمان يا جماعه حاجه كده خطيره. نحط معلقه من الخل او معلقتين. دبس الرمان بيخلي الفراخ مززه، وبيديها مزازه حلوه جدا. تمام. انا هحط كده معلقتين كده مليانين. عندك عسل ابيض حطي، عندك عسل اسود حطي برضو. بس هقلب الخلطه دي كده حلو جدا. المفروض بقى الفراخ تقعد فيها ما يعادل مثلا 4 ساعات او قبلها بيوم، تبقى حلوة جدا. بس الصراحة ما كانش فيه وقت لهذا الكلام، فاحنا ايه يعني انا تبلتها الاول وسبتها شوية وعمال ما عملت بقية الاكل. فكانت خلاص اتشمعت، وكنت حطاها في التلاجة كمان، وشغلت عليها مثلا بعدها ب3 4 ساعات. جبنا بقى الفراخ اهو كده غسلنا حلو. هلا هتبلها كده من تحت الجلد ومن جوه ومن بره كده، ومش هسيب حتة كده متفرغة. يلا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، اوعوا تنسوا.
لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي عايز يقترح عليا حاجة اعملها، نظام جديد، كتصوير مثلا. التصوير مثلا من الناحية دي مش عاجبكم، عايزين اي اقتراح تعملوه معايا. مستنية منكم كومنتاتكم، وانا ما بزعلش من اي نقد او اي حاجة. فممكن تكتبوا لي تعليقاتكم وتقولوا لي رأيكم في اكلاتي، وتقترحوا عليا اعمل اكلات ايه. اقترحوا عليا. الواحد بيبقى ايه، خلاص الشتاء بقى داخل، وبيبقى ايه الاكل بقى وانواعه كتير جدا. فاقترحوا عليا عايزين ايه وانا اعمله لكم ان شاء الله. معايا بقى الفريك دوت، غسلاه حلو جدا ومتنقي. والقش اللي فيه بيطلع بيعوم كده من على الميه من فوق. لو انتي فيه ما عرفتش انقيه مثلا، والقش بيعوم من على الميه من فوق فبينزل، يعني فاهمين. غسلته حلو جدا، وحطيت الميه مغليه على النار، وهحط رشه من الملح. تمام. وهنزل بالفريك. الفريك ده انا هسلقه سلق يعني، سوا كامل، فاهمين. تمام. تمام. انا كده اديته تقليبه. وكمان خلاص هغطيه وهحطه بقى على العين اللي ورا خالص كده، علشان هنعمل مع بعض ايه، البشاميل. البشاميل هعمله زيه زي البتاع المكرونه البشاميل. انا المكرونه لسه ما عملتهاش معاكم في القناه دي، كانت على القناه التانية. بس هنعمل مع بعض كده طريقه البشاميل اهو مثلا. نركز مع بعض فيها. دي تالت معلقه من الدقيق، الرابعه، الخامسه، الستة، السبعة، التامنة. ده على حسب الكمية اللي انا عاملاها. يعني الصينية انا عاملاها ما شاء الله كبيرة، فانت مثلا هتعملي كمية اقل، فهتقللي عدد البشاميل علشان البشاميل بتاعك يطلع قليل. على عدد معالق الدقيق هحط عدد معالق السمنة. تمام. السمنة دي بقى سمنة بلدي ومفيش زيها، يعني الصراحة كانت خطيرة. و... وهسيحهم كده بقى مع الدقيق. السمنه البلدي في المعلقه، فانا عامه يعني استخسرت احط المعلقه في الحوض يا جماعه بصراحه. انا هسيبها كده لما تسيح من على النار يعني. وبعد كده هرميها وهفركها بقى، يعني هفككها كده بالايه، بالمضرب السيليكون. انا مش لامسه الحله عشان الحله ما تتجرحش. فانا بس بسيحها كده بس كده خلاص. حرام ولا مش حرام لما ارمي المعلقه دي في الحوض في عز الغلا اللي احنا فيه ده؟ حرام. برضو مش عاجبني ان انا ارميها. جبنا المضرب خلاص. شيء لا مفر منه يا جماعه. هفكك كده بقى وهضرب جامد جدا عشان خلاص بقى ايه، ما يكلكعش مني ولا حاجه. بدأ الدقيق بقى خلاص يستوي معايا. واول ما هيستوي معايا كده، او هتحس مثلا بلون الدقيق بتاعي اغماء سيكه كده، هروح نازله بس انا ما خلوش يغمق قوي علشان خاطر ما ايه البشاميل بتاعي ما يطلعش غامق. انا هعرف ان هو استوى بص من الجناب كده بيتكتك وبيبقلل كده، هروح نازله على طول بالايه، باللبن. تمام. حبه حبه كده من اللبن، وما شاء الله يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل اللبن. يعني حبه صغننين اللي وقعوا. تنزلي بحبة حبة كده من اللبن، و... وانتي بتقلبي يعني عشان ما يكلكعش مني. لو انتي لسه مبتدئة تقفلي على النار على طول اول ما تنزلي باللبن، وتنزلي حبة حبة باللبن والنار مقفولة، وتفككيه. وبعد كده هيطلع معاكي زي الفل. ما عرفتيش برضو تعملي الحركة دي، حطي في الخلاط واضربي وهيطلع معاكي ما شاء الله. تمام.
كده البشاميل بتاعي ايه اقصد الفريك بتاعي دخل في خلاص استوى. تمام. بس خلاص هو كده استوى الفريك وصفيته كمان من الميه. ومعايا بقى ايه صدرين من الفراخ، الصدرين من الفراخ مسلوقين سليق كامل. واي بقى بواقي فراخ عندك، اي حاجه بقى تشيليها للاكله اللي زي دي. تمام. انا هفتفت كده الايه الفراخ بتاعتي، هخليها كده شرايح صغننه خالص، او هقطعها قطع صغننه خالص. تمام. على حسب برضو الصينيه اللي انت بتعمليها، ممكن تعملي صدر واحد على حسب انت عدد اسرتك ايه، فاهماني؟ أكلة جميلة للكوسة برضو أنا مصممة على الكوسة يا جماعة. الفريك بالبشاميل خطيرة. جربوه مش هتندموا بجد، حاجة كده واو. أكلته خفيفة، مش من الأكلات التقيلة كمان. تمام. أنا كده جهزت حاجتي بتاعت الإيه الوصفة التانية. هحط ملح على الفريك، مع إني أنا حاطة في المية، بس برضو هظبط الملح بتاعه عشان أطعم الإيه الفريك نفسه. تمام. وهحط رشة من الفلفل الأسود. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حط معلقة كده من السمنة. هو وسخن كده بقى والسمنة مجمدة، هتفك معايا وهتسيح وهيبقى زي الفل. وهقلب بقى كده. لا إله إلا أنت سبحانه إن كنت من الظالمين. حلو قوي الدعاء ده. لا إله إلا أنت سبحانه إن كنت من الظالمين. هحط برضو ايه معلقتين كده او كبشتين مثلا من البشاميل، علشان كده البشاميل بتاعي يبقى شوسي كده ويبقى طعمه خطير. هحط الاول بيضايه في البشاميل. مش عايزه احط بيض، دي حاجه ترجعلك براحتك، ممكن ما تحطيش، بس انا ايه بنحبه كده يعني. احط رشه من الفلفل الاسود عشان الزفاره. مش تفكروني بالشاي يا جماعه. كده كده ينفع، انا بحب الشاي سخن. هحط الاول البيضايه دي. طبعا البشاميل مش سخن مولع علشان خاطر البيض بتاعي ما يستويش. انا بقلب جامد وبسرعه، وهو دافي كمان مش سخن مولع يعني، فاهمين؟ هحط شويه كده بصوا مقاس الصينيه بتاعتي دي على الكميه دي، خدتوا بالكم بقى ازاي انا عامله الكميه ازاي؟ هحط شويه من البشاميل في الفريك، وهحط شويه في الصينيه، وهخليها كده كلها من تحت ومن فوق ومن النص كله بشاميل. كتري وبلاش تستخسري. ظبطت البشاميل بتاعي كده في قعر الصينيه، وهنزل بقى بالفريك حبه نص الكميه، بس النص الاكتر اللي هو بيبقى ايه من تحت يعني. ظبطي كده حاجتك وسويها. واهم حاجه وانت واقفه في المطبخ تحبي الحاجه اللي انت بتعمليها، وتكون نفسيتك مرتاحه، وتكوني حابه ان انت تقفي تعملي الحاجه دي، وحابه ان انت تقفي في المطبخ. اهم حاجه حب المطبخ والله العظيم. ان لقيت الطبق صغير فهنحطه بقى كده في طبق كبير، عشان ايه؟ عشان انا عايزه احط ملح وفلفل عشان اطعم برضو الفراخ بتاعتي.
بص انا كده لقطت ايه بالبشاميل بتاعي، حطيت كده شويه على الفريك كده. وبعد كده هحط الفراخ. تمام. عايزه تحطي بشاميل تاني حطي، بس انا ايه الصراحه خفت ان البشاميل بتاعي ينقص مني، فايه ما حطيتش. بس يعني هو مش شرط يعني ان انت تحطي، بس انت كل ما تبقي عايزاها آه تبوظ كده بشاميل تحطي. يلا بقى اللي ما حطش اللايك يحط اللايك، وكومنت منكم بيسعدني بجد. حطي بضاية تانية كده علشان ايه لما ادخلها الفرن تعمل وش معايا كده وتبقى حلوة قوي. هي كده كده هتعمل وش، بس انا بحس البيض بيفرق معايا في ايه في لون الوش بتاع البشاميل. تمام. هحط كده بشاميل تاني في الفريك يعني. طبعا انا مولعة الفرن على نار عالية جدا، يعني على 180 مثلا. ما تيجي يا حاجة كده بالصينية شوية، هي واقفة بعيد ليه الست دي؟ مش تقولوا لي كده تعالي كده شوية؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هنزل بقى بقية البشاميل كده. الله، يا سلام يا سلام. أكلة بجد ما فيش زيها، وخفيفة ولذيذة، وأخيرا الست دي جت بالصينية كده أخيرا يا جماعة. الله، ما شاء الله، اللهم صل على النبي بجد. بصوا بقى شكلها عاملة ازاي، عاملة زي المكرونة البشاميل، يعني وشها عامل زي المكرونة البشاميل، والفراخ كمان يا سلام. تسلم ايديكي يا مهوها. هحط بقى ايه علشان ايه، ايوه، ما عشان بقى نسبك الدور ونبقى زي بتاعت بره كده، وفراخ مشويه على حق. احط فحميه، طبعا الفحميه مش هحطها منها مباشره على الفراخ عشان غلط. فهحط كده ورق فويل او اي حاجه، مثلا تحطي مثلا لقمه اي حاجه يعني. وبعد كده اكون مولعه الفحميه على النار، وهنزل بالفحميه على طول على احطها على الورق. تمام. اكيد بجيب الفحميه يا جماعه. ما شاء الله جميله. عايزه بقى تطشيها بقى بحته زيت او بحته سمنه اللي يريحك. اول بس كده، ايوه. هروح مغطيه على طول علشان خاطر الفراخ بتاعتي تاخد طعم الايه، تاخد طعم الفحم. عقبال بس شفتوا بس دي، ايوه هي دي. عقبال ما تاخد الريحه بتاعه الفحم، اكون قطعت الفريك بتاعي وايه وغرفناه كمان، عشان احنا بنحب الاكل سخن يا جماعه. ايه رأيكم بقى؟ يا رب يكون بقى كده عند حسن ظنكم، وما بقاش ضيفة تقيلة يعني الصراحة يعني. نطلع بقى الفريك بتاعي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ما شاء الله. هي اصلا خطيرة. بص بقى تلاقي انتي وبتقطمي كده، تلاقي حتة مثلا من الفراخ، تلاقي حتة من البشاميل كده. تمام. الله.
يا سلام يا سلام. اللي بقى يجربها ويقول رأيه، استنى منكم رأيكم كده في كومنت وتقولوا رأيكم ايه بجد. تمام. بسم الله ما شاء الله. غرفنا بس كده الايه الفريك بتاعي وهنغرف كده الفراخ. عايزه بقى تزوقيها، تحطي بقى بقدونس كده في قعر الطبق، وتحطي بقدونس من على الوش عشان مش بتوع بره يعني مش احسن مننا، مفيش حد احسن من حد. تمام. الصوص اللي نازل ده بقى كده ترشيه على الفراخ، او يعني تغمسيه كده بحته لقمه. الله. بس لن حصل هذا الموقف. يلا اتفضلوا معانا بقى. بجد بجد يعني. اتمنى تكونوا معايا وتدوقوا من الاكل ده. حلو جدا. والعين بتاكل قبل البق بجد. انا دي المقولة دي بعترف بيها، العين بتاكل قبل البق. يا رب اكون عند حسن ظنكم، ويكون الفيديو عجبكم بجد. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انتوا طبعا انتوا عارفين انا بظبط التصوير علشان خاطر الصورة بتاعت الغلاف. فاهمين فاهمين. انا كده باخد الصورة. ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. هو انا بقول لكم تعالوا ليه؟ ايوه ايوه. عشان اوريكم وانا بقطم كده بالايه بالبشاميل. بصوا بقى الفريك عامل ازاي. الله. ده كده الطبق ده بتاعي كده، انا اللي هكمله يا جماعة. اتفضلوا معانا بقى. باي باي.